السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة خياتي الغاليات العزيزات. في هذا الفيديو جبت لكم وصفة خفيفة ظريفة بالخف توجد. قبل ما نمر للوصفة صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجه انا حطيت هذه المقله كم تشوفوا فيها، حطيت فيها كميه تاع دجاج مطحون، واحد النص صدر تاع دجاج مطحون، حطيت له شويه زيت شويه ملح والفلفل العكري بابريكا وشويه لاموتارد واحد المغرفه صغيره مع شويه حار مطحون، ما تكثروش الحار باش ما يجيش بزاف حار. وانا نحط دركا في الكاري. راكم عارفين الكاري والم بزاف مع الدجاج هو ولا موتارد. نحطوهم على نار متوسطه ونخلوهم يتقلاو مليح حتى ينحل كاع هذاك الصدر تاع الدجاج. هي الصح كاع التقليه دائما في الماكله، الصح كاع في التقليه الاولى هي اللي تبنن الماكله. قلوه مليح كما راكم تشوفوا. هاوليك بعد ما تقلى مليح ونفتح نحطوا له البصل. حطيت انا حبيبه بصل ونحركوا المكونات، نذبلوا هذاك البصل مليح مع السكالوب. انا هنايا ما ضفتش طماطم تاع الحب، مانيش حبيته يجي حمر بزاف، ضفت له شويه برك تاع طماطم مصبره. هاي ليك ضفت له واحد مغرفه صغيره راكم تشوفوا فيها مغرفه تاع القهوه حليب، هذيك ضفت له ملعقه صغيره باش ما يجينيش بزاف حمر. نخلوه على نار متوسطه حتى يطيب مليح هذاك الدجاج. هاوليك هنايا بعد ما طاب، هاوليك ما فيهش بزاف كميه المرق، نطفوا عليه ونخلوه بتجيه. وهنايا هاوليك البلا اللي يدخل الفوق. كنت قليت انا البطاطا من قبل وحطيتها يعني صفيتها مليح من هذيك الزيت كما راكي تشوفي. هنايا راح نخدم واحد لاكريم خفيفه في بلاصه لاصوص بيشاميل، باسكو كاين بزاف اللي ما يحبوش لاصوص بيشاميل. انا حطيت هنايا الحليب واحد النص كاس، وحطيت الجبن، هذا الجبن الطازج حطيت علبه، والحليب تحبي تضيفي كاس ضيفي كاس، يعني على حسب كميه البطاطا اللي عندك والمول. الا كان كبير بزاف والكميه كبيره ديري واحد الكاس حليب مع علبه واحده تكفي تاع جبن طازج وزوج حبات بيض. هامليك حطيت زوج حبات بيض. يعني هذه كما قلت لك في بلاصه لا بيشاميل كاين بزاف اطفال، كاين بزاف هكايا ناس ما يبغوش كاع لا بيشاميل، ما يحبوهاش. هذه تجي خفيفه وما تجيش كاع باينه بلا كي دايرتها في الكراطه، يعني نهار اللي يدخل للفوغ ينشف ما يبانش كاع، ما تخلي لك حتى طبقه. خلطوا المكونات مليح. تحبي تضيفي لها جوز الطيب ضيفي لها، انا ما ضفت لهاش، ضفت لها برك شويه ملح، ما تكثريش الملح باسكو الدجاج اللي طيبناه فيه الملح والبطاطا كيف. ولا بغيتي تضيفي لها شويه رشه تاع فلفل اسود ثانيك تعطيها بنه. هنايا نحطوا هذاك صدر الدجاج اللي طيبناه، الخليط هذاك اللي طيبناه نحطوه فوق البطاطا، ونحاولوا ندخلوا هذاك ندمجوه مليح مع البطاطا. يعني انا ما حبيتش تكون طبقه تاع بطاطا من تحت وطبقه تاع الدجاج من الفوق، حبيته يتخلط في بعضه باش يتشرب كاع هذيك العصاره، البطاطا تشرب كاع هذيك العصاره تاع الدجاج ويجيبنا بنين. نحطوا هذاك الخليط تاع الحليب والجبن هكذا كما كتشوفي. تحبي تضاعفي الكميه ضاعفي مكاش مشكل، بصح انا هذا يعني على حسب المول تاعي تكفيني. في الاخر ضفت لها شويه جبن مبشور باش يعطيها البنه. هذا الكغاتا يجي بنين يعني صراحه وبالخف يوجد مع اللي رانا في ولادنا بداو يقراو وكلش، والله قعدنا نحيروا. يعني هذا بالخف يطيب وتروحي تقري وليداتك ولا تكملي صوالح اللي مازالوا لك. هاوليك بعد ما طاب شوفوا شكله يجي شهي، ان شاء الله شهيتكم في الجنه خياتي، ويجي بنين صح كاع في البنه. انا ما نخبيش عليكم، انا ولادي كي تعجبهم الحاله وياكلوها خلاص نعرف باللي راني جايبتها. يجي هايل يجي بنين، نتمنى يعجبكم وتجربوه.
ودمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.